السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هننضف مع بعض الكرشة بطريقة سهلة جدا جدا، من غير كحت ومن غير تعب ومن غير مية سخنة ومن غير ما تلسعي ايدك وتحرقي ايدك. هننضف الكرشة النهاردة بمكون بأقل من نص جنيه هنشتريه من عند العطار. هتنضفي بيه الكرشة وهتبقى معاكي زي الفل. بس لو اول مره تشوفي قناتي اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسوش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفاد. وتعالوا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجه طبعا بجيب طبق بلاستيك علشان نعمل فيه المحلول بتاع الكرشه. هنزل ميه من السخان، تكون ميه سخنه جدا جدا قبل مرحله الغليان، يعني عايزين ميه منمله من السخان. طبعا لو مش عندك سخان بتسخنيها على النار، اول ما تطلع فقاقيع كده وتنمل على النار تبتدي تنزليها. طبعا هنا حطيت معلقه كبيره هرميه من الشبه. الشبه دي بنجيبها من عند العطار، بتكون عامله زي الكتله كده، بنكسرها باي حاجه في الهون او في اي كيس، وبنبتدي نحطها على الميه بالشكل ده عشان تدوب بسرعه. وحطيت ربع كوبايه من الخل، وهنزل الكرشه بتاعتي بالشكل ده. هغطسها كده، واهم حاجه تكون الميه فوق الكرشه علشان كل الميه تكون، يعني الميه تكون مغطيه الكرشه كويس. وهسيبها لمده 10 دقايق وهطلعها هتبقى بالشكل ده. وهنبتدي دلوقتي نمرر عليها السكينه كده بكل سهوله. بمرر السكينه وبمشي السكينه كده، كل الرواسب اللي على الكرشه بتطلع بكل سهوله، لان الغلاف اللي على الكرشه ده بيبتدي ان هو يدوب وبيطلع معايا وبيفصل من الكرشه. وطبعا هنا بنضف. لما بخلصها بشطفها شطفة صغيرة كده، وببتدي احطها في الطبق جنبي على الحوض واشتغل في الحتة اللي بعديها. وزي ما قلتلك المية اللي احنا حطيناها مش مية مغلية ابدا. لو حطيتي مية مغلية مش هتنضف معاكي، لو حطيتي مية مغلية هتجرمز منك. احنا عايزين مية تكون منملة، يعني قبل مرحلة الغليان. عارفين انتوا لما بنحط المية على النار وقبل ما تغلي بتطلع كده زي نقط وفقاقيع كده في على النار، في مثلا الحله اللي احنا حاطين فيها الميه. عايزين الميه في المرحله دي، اول ما تطلع كده فقاقيع او تحس ان هي هتنمل كده وهتغلي، بننزلها على النار ونبتدي نستعملها. طبعا لو عندك سخان بتاخدي ميه من السخان على اعلى درجه، وهي دي المطلوبه يعني. طبعا الكرشه هنا بتنضف معايا بكل سهوله. لو فيها دهون او فيها اي كتل من الدهون ورا كده في الظهر بتاع الكرشه، احنا بنشيلها علشان نعرف ننضف الكرشه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده كتير في كل فيديوهاتنا اللي فاتت، احنا بننضف الكرشه الاول، وبعد كده بعد ما بننضف الكرشه بنبتدي ننضف الظهر بتاع الكرشه، لان لو نضفناه الاول هيتبهدل معانا تاني الظهر، لان الظهر بيكون فيه دهون، والدهون بتمسك فيها اي حاجه. فهننضف الاول الوش بالشكل ده، وبعد ما نغسلها نرجع تاني للظهر ونبتدي بقى اي دهون عليها او اي حته دهنه مكلكعه او حته جلده صفرة، اي حاجه مش مرغوب فيها في ظهر الكرشه بنشيلها وبنرميها عادي خالص. والكرشه غالبا كل الدهون اللي موجوده فيها احنا بنرميها، لان الكرشه ما بنعملش الدهون بتاعتها. لكن طبعا لو في حته دهنه تكون كبيره شويه مكلكعه هتضايقك وانت بتنضفي الكرشه، بتبقى تحت السكينه مكلكعه، لا شيلها في الاول مفيش اي مشكله خالص. وزي ما احنا شايفين كده بكل سهوله بننضف الكرشه. الغلاف اللي عليها ده دايب دوب كده، يعني يا دوب انا بمرر السكينه من غير يعني مجهود خالص، كل شيء بيطلع. الطبق اللي جنبي حطي فيه ميه، يعني الطبق اللي جنبك حطي فيه ميه عشان الحته اللي بتنضف ننقعها بقى في الميه جنبنا كده، ونرجع لها تاني. طبعا قبل ما بنخلص الفيديو هنشطف الكرشه مع بعض ونشوف هيبقى لون الميه عامل ازاي، وغسلناها ازاي، وازاي طلع زي الورد وزي الشمع كده بالظبط. بحب اجيب الكرش اعملها في البيت، لان انا ما بحبش اعملها عند الجزاره، لان هم بينضفوها ببطاس، وانا بخاف من موضوع البطاس جدا جدا، فبحب انضفها في البيت عشان اكون متاكده ان هي نضفت كويس، وفي نفس الوقت انا مش حاطه مواد كيماويه عليها في التنظيف. انا هنا تقريبا كده خلصت.
طبعا الظهر كده شايفين خلصنا وش الكرشة، نبتدي بقى ننضف الظهر بتاعها. الظهر بتاعها بيكون فيه دهون، وبصراحة بتلزق فيه كل الحاجات على طول. يعني لو نضفنا الظهر الأول ورجعنا نضفنا الكرشة من فوق، كل اللي هينزل من الكرشة هيلزق في الظهر تاني. فعشان كده بننضف الظهر في الآخر. طبعا هنا كده أي جلدة بتتشال، أي دهون بتتشال بالشكل ده كده لغايه ما تبقى زي الفل كده وش وظهر. وبعد كده بقى بنبتدي ان احنا نقطعها ونغسلها تحت الحنفيه مره واتنين وتلاته، وبعد كده بقى نبتدي نسلقها.